في مشهد نادر حقيقة يتناسب مع الفترة الجميلة اللي احنا بنعيشها في مصر. لأول مرة جماهير الضيوف بتكون أعلى صوتا من جماهير أصحاب الأرض. فبالك لما يكون أصحاب الأرض دول هم جماهير النادي الأهلي التي يشهد لها في كل أنحاء العالم. جماهير الأشقاء، جماهير الرجاء المغربي رغم الخسارة كانت الأعلى صوتا والأكثر دويا في مباراة الأمس. كل سنة وانتم طيبين للأشقاء في المغرب، كل سنة وانتم طيبين طبعا لأهلي في مصر. كان نفسي نعايد مع بعض قصة أليمة تتكرر كثيرا في أمة واحدة. كل عام وهم بخير، لكن مش دي قصتي. شفت المشهد الحزين، شفت المشهد البائس، شفت الجمهور اللي بيتعمل بيه لقطة، شفت دولة العسكر البائسة، شفت الجماهير وهي بتتضرب في المدرجات، شفت الجماهير وهي بيتمسح بكرامة اللي خلفوها في المدرجات، شفت الناس اللي بتقود التشجيع وهم بيتقطع ألسنتهم قهرا وذلا في دولة العسكر في مصر. المشهد كان لافت حقيقة في مباراة الأهلي والرجاء. ما يهمنيش من فاز ومن خسر، انت عارف ان دي مش قصتي اطلاقا. الاتنين اشقاء واخوات واحنا اهل، اللي يفوز يفوز واللي يخسر يخسر. اللي يخصني المشهد المتركب بتاع كرة القدم. فاكر حضرتك في مباراة الهلال لما قلت لك ان المشهد مصنوع؟ الى اشقاء السودانيين، فاكرين لما قلت لكم تلك الكلمات؟ قلت لكم ان اللي حصل في مباراة الهلال ده فخ مخابراتي عفن، وازداد هذا الفخ وضوحا لما شفنا الاحداث اللي بتحصل في السودان، واكتشفنا ان لينا جنود وظباط وطيارات رايحه تروح مع البرهان ضد حميدتي في السودان. وتكشف المشهد لما قلت لك ساعتها يا جماعه دي كلها اسفين اتعملت بين الفرقتين. احنا ما عندناش جماهير بترجع المدرجات، ما رجعتش من فترة طويلة، ازاي حصل كده؟ الهتافات المسيئة مجرد ثواني. وتكشفت الحكاية بعد ايام، واكتشفنا ان الحكاية كانت تمهيدا للتسخين بين البلدين، عشان من الجنود المصريين ربنا ما يقولها لما يضربوا في اخواتهم السودانيين في السودان يبقى في غطاء شعبي من التنافر والتناحر مع الشعب السوداني الشقيق. انتهت اللعبة بتاعت المخابرات اللي اتعملت في ماتش الهلال السوداني، فما بقاش ليها لازمة في ماتش الرجاء. فقعدوا المرشدين والمخبرين اللي عددهم أكتر من الجماهير في التالتة شمال اللي هي عنوان وعصب جماهير النادي الأهلي عشان يذلوا الناس بتلك الطريقة. لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. عندنا رئيس مجروح وبلد بتعاني، بتمر بمخاض عصيب. هي بتمر بيه بقالها 70 سنة، بس هي بتمر بالمخاض العصيب. فالجماهير كانت بهذا الشكل المهين، والناس كتبت كل تلك الكتابات اللي بتشوفوها على الشاشة تباعا وانا بكلم حضراتكم. الحكاية المستفزة وصلت احمد شوبير، واحد من طبال العصر، واحد من اكبر المحرضين على الالتراس وعلى جماهير النادي الاهلي وعلى الجماهير عموما، واحد من اقدر الاحذيه اللي ارتداها العسكر حقيقه. ما بقاش عارف مين اللي يكسب السبق، هو ولا شلبوكه. والحكايه اجبرت من كتر ما حقرتها، اجبرت احمد شوبير ان يكتب ويقول لهم يا جماعه مش كوره كده، حطوا القوانين اللي انتوا عايزينها، اربطونا، اعملوا فينا اللي انتوا عايزينه، بس الحكايه ما بتمشيش كده. طب اشمعنى مباراة الهلال؟ شوبير اللي بيقول اشمعنى مباراة الهلال اللي سمحتوا فيها بالجماهير؟ الدنيا بدأت تمطر في تلك الأجواء الجميلة اللي البلد بتعيشها. كل سنة وانتم طيبين. شوبير بيقول لك اشمعنى مباراة الهلال اللي سبتوها تحصل فيها كده؟ اشمعنى صوت الجماهير طلع في
مباراة الهلال، لأنه كان ليه أهداف أخرى يا أستاذ شوبير، وحضرتك عارف وسيدي العارفين إيه القذارة اللي اتعملت في مباراة الهلال، زي ما حضرتك عارف تماما إيه القذارة اللي اتعملت في مباراة مصر والجزائر 2010. خالد مرتجي قال لك احنا لما بنلعب بره، ما كدبش والله، لما بنلعب بره للاسف في ظل هذا العهد البائس بقى احسن من نلعب جوه. حصلتش في التاريخ فريق يفوز وحاضر له 50,000 متفرج، فيجي عشرات من الاشقاء صوتهم يبقوا اعلى من 50,000 متفرج، لان احنا دخلنا الجماهير في المدرجات عشان نكمل وصلة القهر والذل والاخصاء اللي بنمارسها على البلد كلها. وواحد من اكبر اعدائنا هي جماهير الكوره، ومن اكبر هؤلاء الاعداء هي جماهير النادي الاهلي، اللي العسكر لم ولن ينسى لهم اطلاقا ان هم كانوا من الاعمده الرئيسه في ثورة شعب. المشهد استثنائي، يا ريت نحطه جنب مشهد أكبر جامع وأكبر خبور وأكبر مونوتوريل وأكبر زبالة في تلك البلاد. والله وضع بائس، والله وضع بائس. صوت جماهير الرجاء اللي ليها كل التحية كان أعلى من أي حاجة. هكتفي بكده وأقول الله غالب، لأن المطر غلبنا كلنا. الحكاية مقصود بها عمل فتنة بين الشعبين، وعشان كده كنا بنلملم على الفتنة دي، لأن احنا مش عارفين ايه اللي جاي، مش عارفين ان الفتنة دي مؤشر عشان الدنيا تسخن والدنيا تولع، عشان لما الجنود المصريين يضربوا في السودانيين يبقى الدنيا والعة فالناس تتقبل. عرفت الكارثة كانت جاية منين؟ فاهم حضرتك؟ الدنيا تولع في ماتش الأهلي والهلال، والناس تولع اكتر من كده لولا ان توفيق ربنا انه وفقنا ووفق غيرنا ان الدنيا تتلم، عشان لما يحصل ضرب المصريين يضربوا في السودانيين، الجيش المصري يضرب في السودانيين، فالناس تبقى متقبله عادي. زي نفس الخيانه والبتاع اللي كانت حاصله مع الجزائر، مع حرب الجزائر، نفس الوساخ